السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد بكرة وفرحة عليكم ان شاء الله بإذن الله. انتوا حبايبكم يا رب، قضوه في الخير يا رب. هنعمل مع بعض بسكوت. انا عارفة ان هو متأخر يعني قوي شوية، معلش، او متأخر كتير. معلش، يوم رمضان بيجري بسرعة، معلش. هعمل معاكم كيلو ونص دقيق. بالمرة بقى، بدل ما اعمل كيلو بعدين اعمل تاني شوية، بالمرة. كيلو ونص دقيق هياخد كوبايتين ونص. الكيلو هياخد كوبايتين ونص، فانا جايبه 4 كوبايات الا ربع عشان ما تتلخبطوش. الكيلو بياخد كوبايتين ونص، يبقى الكيلو ونص بياخد 4 الا ربع. 4 كوبايات بالمج ده 4 الا ربع. فانا جايبه 3 كوبايات سمنه، وجايبه كوبايه الا ربع زيت عشان الزيت بيدي قرمشه. كوبايه عصير برتقال. 5 بيضات عشان هم كبار، لو مش كبار يبقوا 6 على الكيلو ونص. معلقة بشر برتقال. معلقة بيكنج باودر كبيرة. 3 كوبايات سكر، ممكن يبقوا 3 كوبايات الا ربع، اللي مش عايزه يعني يبقى كتير. 3 كوبايات الا ربع. انا حاطه دول 3 كوبايات. هنسمي الله بقى. نحط السمنة الاول. كنت انا حطاها في التلاجة بس، وكانت جامدة فعلا. سبتها شوية بره ونسيتها بقى، فطريت شوية، بس برضو حلوة يعني متماسكة. كوباية الا ربع زيت. وبقى نضربها كويس جدا. نحط بقى السكر. اضربه. كده خلاص، كده بقى كريمي اهو. هنحط بقى البيض. بيضه بيضه كده نضربها. انا هحط نص كوبايه العصير، لو عوزنا نبقى نحط تاني. كده خلاص. نحط كمان معلقه بشر برتقال. هنزله بقى على الدقيق. معلقه البيكنج باودر. رشه الملح. هنبتدي بقى نعجن بايدينا. طبعا هو مش عجن، بيبقى بنلم بس المكونات على بعضها. انا راكنه يعني حاطه جنبي نص كوبايه العصير عشان لو عوزناها، يعني نبقى ضامنين كده ان الحاجه ما تزيدش عن حدها.
طبعا ممكن كوبايه العصير دي اللي هي بتاعت البرتقال ممكن تعملوها يعني تبدلوها بلبن زي ما انتوا عايزين. وطبعا دي اللي انا عاملاها دي الحلويات حلو ده بتاعت اكياس، يبقى هش كده وجميل. هلمه كده واوريهولكم زي ما انتوا شايفين العجينه عامله ازاي جميله وطريه ازاي، طالعه في منتهى الجمال. وده كيس الحلواني، انا نسيت اقول لكم في الاول ان احنا هنعمله بالكيس، بيبقى طري شويه لكن اللي بيتعمل في المكنه بيبقى انشف شويه يعني او متماسك شويه. زي ما انتم شايفين الوش ده انا بحب اعمل بيه بالبيله دي، الحته اللي هي فيها شرشره دي والناحيه التانيه بتبقى متساويه، بيبقى شكلها حلو قوي. طبعا في كذا واحده معاها يعني. حلو ازاي. تلاقيه برضو عامل كده يعني حرفه مشرشب او حاجه بتسويه مفيش مشكله يعني. بصوا نازله زي الحلاوه. طبعا انا مولعه الفرن دلوقتي على 180 او 160 حسب فرنك، عشان بس الفت نظركم ان في فرن بيبقى قوي قوي، فده تبقى 160 170. في ناس بتقول لك 110 مش عارفه يعني الحكايه دي جديده، انا اعرف ان هو مش اقل من 160 170 لكن في عايزه تعملي اصغر من كده اعمليه المقاس اللي يعجبك ده. زي ما انتم شايفين البسكويت خلص، وطبعا في صاجين تانيين. طلع جميل طلع حلو بصراحه، ما يعني كانت قرفته حلوه زي ما انتم شايفين كده. بصوا سنت طبعا عليه شويه لما يبرد. بصوا حلو ازاي، جميل جميل يعني، بسم الله ما شاء الله. كله طلع جميل يعني، مفيش حاجه طالعه غير التانية يعني، ده سوا وده سوا، كل تسويته طلعت حلوه. اوريهولكوا برضو. بصوا بصوا الحلاوه والنعومه. بصوا جميل يعني من جوه كده هش وجميل. ريحه كمان حلوه. التسويه طالعه جميله والعجينه كانت طالعه جميله قوي. يا رب يكون عجبكم وعيد سعيد عليكم. يا رب كده تتهنوا ووقتكم كله تقضوه في سعاده وهنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. لايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصل لكم. ميرسي قوي، السلام عليكم.